بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام من كل مكان في العالم، إن شاء الله النهاردة هنتكلم بخصوص تركيبة العلف المركز. في ناس كتير اليومين دول بتسأل خلطة العلف عبارة عن إيه، أو أنا عشان أعمل خلطة علف على إيدي أعملها إزاي. الموضوع بسيط وما تصعبهاش على نفسك. ان شاء الله هنتكلم مع بعض ازاي نعمل خلطة العلف المركز بالنسب اللي احنا عايزينها او بالنسب اللي الحيوان محتاجها. تمام؟ انت راجل رحت اشتريت خروف، رحت اشتريت عجل وعايز تسمنه. يا جماعة التسمين مراحل، وكل مرحلة ليها الخلطة بتاعتها، وكل فئة وكل عمر وكل وزن من نوع الحيوان ليه الخلطة بتاعته عشان يقدر يديك تحويل ويديك مناعة اللي انت عايزها خلال الدورة بتاعتك. تمام؟ يعني باختصار ونتكلم كده بالفلاح مع بعض، في بداية الدورة بيبقى العجل او الخروف صغير من عمره ومن وزنه، يعني بيبقى الوزن بتاعه صغير والعمر بتاعه صغير، فبالتالي بيحتاج نسبة بروتين عالية عشان يقدر يقاوم ويكبر معاك. ولما يبدأ يتقل ويكبر في العمر والوزن ننزل بالبروتين، يعني نوطي عنصر البروتين في الخلطة ونعلى بعنصر الطاقة. ليه؟ عشان كل ما الحيوان ما بيتقل معاك كل ما بيبقى عايز طاقة وعايز قوة وعايز دفع يقدر يهضم ويشيل ويتحرك الوزن اللي هو شايله. تمام؟ والعلف المركز يا جماعة عبارة عن 3 حاجات مفيش غيرهم عشان ما تتوهش وعشان ما تهربش منك. العلف المركز اللي انت عايز تركبه على ايدك او اللي انت بتجيبه من اي مصنع جاهز بيبقى عبارة عن 3 حاجات. رقم 1 بروتين، رقم 2 طاقة، رقم 3 الياف. البروتين عبارة عن فول صويا وبذرة قطن. الطاقة عبارة عن شعير وعبارة عن ذرة. الألياف عبارة عن رده. وطبعا كل الكلام ده بنحطه بنسبة وتناسب في الخلطة بتاعتنا عشان تاخد إجمالي نسب البروتين اللي موجودة في الكيلو أو اللي موجودة في الطن أو اللي موجودة في الشكارة اللي حضرتك بتشتريها. بيبقى مكتوب على الشكارة من بره نسبة بروتين 16% أو نسبة بروتين 14%. عامة المواشي بتاعت التسمين عامة بتشتغل على نسبتين 2، 16% في أول الدورة وفي آخر الدورة 14%. غير فكرة تسمين البط والفراخ نهائي والمواشي الحلاب نهائي. تمام؟ عشان برضك ما تتوهش منك والموضوع يبقى بسيط وتعرف تشتغل وما ترميش ودنك لحد. انا بديك الخلاصة اللي انا ماشي بيها واللي غيري ماشي بيها واللي مفيش حد هيقول لك عليها من الاخر. تمام؟ احنا بنشتغل في المجال بتاعنا بتاع التسمين بالنسبة للغنم او العجول ب 16% بروتين و14% بروتين. يعني ايه 16 ويعني ايه 14؟ ال 16 يعني نسبة البروتين عالية شوية، ال 14 يعني بنوطي نسبة البروتين وبنعلي نسبة الطاقة. وهي دي الخلطة اللي احنا بنستخدمها في الأشهر الأخيرة من دورة التسمين. حلو الكلام؟ حلو الكلام. احنا قلنا الخلطة أو العلف المركز بيبقى عبارة عن 3 حاجات: بروتين وطاقة وألياف. وطبعا الكلام ده
ما بحطوش في الخلطة بتاعتي بالهبل كده، لا طبعا، ده بالورقة والقلم ونسبة وتناسب عشان اقدر احدد واقدر اطلع بنسبة بروتين كلية 16% او 14%. طب يا عم الحاج انت عمال ترغي وبتطول، انجز. حاضر هنجز. انا عايزك تفهم، مش عايزك تحفظ وتنفذ. افهم عشان تقدر تبدع وتقدر تطلع شغل وتطبخ صح. ماشي؟ احنا قلنا الخلطة عبارة عن 3 حاجات: بروتين، الياف، طاقة. البروتين الفول الصويا وبذرة القطن، وفي حاجات كتير بس انا بجيب لك اللي الناس بتستخدمه بنسبة 90% واللي متوفر عند كل الناس في كل المحافظات. تمام؟ وفي بدائل كتير، انا بس بجيب لك المفيد وبجيب لك الناهية وبجيب لك اللي هو موجود عندك في منطقتك. البروتين يا جماعة عبارة عن فول الصويا وبذرة القطن. الطاقة عبارة عن الشعير والذرة اللي هو الدشيشة. تمام؟ والألياف الردة، ده بالنسبة للعلف المركز. أما بالنسبة للمادة المالئة ديت اللي هي بتشغل الكرش، الأدبان كلها. وطبعا في تبن بيمشي مع العجول وما ينفعش مع الغنم، وفي تبن يمشي مع الغنم وما ينفعش مع العجول. لازم تبقى عارف ايه الافضل وايه الكويس بالنسبة للحاجة اللي عندك عشان تنجز وتحول معاك لحظة. تمام؟ يبقى عشان اعمل خلطة علف نسبة بروتين 16%، هاتوا ورقة وقلم كده وكوباية شاي واكتب ورا مني. اللي انا هملهولك ده خلطة علف نسبة بروتين 16%. رقم 1: 50% دشيشة. رقم 2: 20% ردة. رقم 3: 10% فول صويا. رقم 4: 10% بذرة قطن. رقم 5: 10% قشر فول بلدي. الخلطة دي بعد ما تحللها هتديك نسبة بروتين 16%. وديت الخلطة اللي حضرتك هتستخدمها في أول الدورة. انت عامل دورة 6 شهور، يبقى هتمشي بال16% لمدة 3 شهور، وال3 شهور التانيين هتشتغل بخلطة علف مركز 14%. عامل خلطة 5 شهور، عامل قصدي دورة تسمين 5 شهور، 3 شهور، 4 شهور. المدة اللي انت عاملها اقسمها على 2. نص المدة في الأول 16% بروتين، ونص المدة في النهاية 14% بروتين. طب عشان ما تتوهش، اللي انا مليتهولك ده دي خلطة علف مركز 16% بروتين. طب يا عم الحاج احنا عايزين 14%. تمام، ال 14% هتشيل ال 10 كيلو بذرة قطن وهتحط بدلهم 10 كيلو قشر فول بلدي. هيبقى اجمالي قشر الفول اللي عندك في الخلطة 20 كيلو، والصويا 10 كيلو، والردة 20 كيلو، والدشيشة 50 كيلو. أما بالنسبة للإضافات البيطرية، الإضافات هتكون لكل 100 كيلو. الكلام اللي أنا هقوله ده لكل 100 كيلو، وتمشيه بقى مع طن، مع نص طن، مع 4 طن، أنت ودماغك. 500 جرام فيتامينات، 500 جرام أملاح معدنية، 500 جرام خميرة حيواني، 300 جرام مضاد سموم. تمام، كيلو ونص بودرة بلاط، كيلو ونص ملح طعام، كيلو كربوناتو بيطري أو بشري. تمام. وأي حد عنده أي سؤال يكتب تحت في التعليقات اللي هو عايزه، وإن شاء الله في أقرب وقت هنحاول نرد عليه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا الغنم خير.